أهلا بكم أيها الأحبة في قناتكم الثانية لنصائح وإرشادات مجانية. رجاء لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا. أما إذا كنت أو كنت كذلك فشكرا على ثقتكم الدائمة ودعمكم لنا بالإعجاب ونشر المقاطع ليستفيد أكبر عدد ممكن من الناس. الصين فيها 1,800 مليون، لأن هي عندها مغرب في العام، عندها 30 مليون في العام. 1,800 مليون ما عندهمش الجوع. احنا 30 مليون كل شيء كيغوت، ما فطرتش ما تغديتش، طيبي لي ناكل، ضرني الجوع، ضرني راسي، دخت، لا ما اكلتش ما نخدمش، كل شيء كيغوت. 1,800 مليون كيصدروا العسل، كيصدروا لا جولي رويال، كيصدروا البولين، كيصدروا الجنزين، كيصدروا منتوجات جيدة. 1,800 مليون، ولكن ما كياكلوش بملعقة، كياكلوا بجوج العيدان. يعني الكمية ديال الأكل اللي كياكلوها نباتية وكمية صغيرة، وكيشربوا الماء طيب. إلا تبعتوا هاد الثلاثة، هذا طب صيني، إلا تبعتوا هاد الثلاثة ما عمركم تصابوا بأمراض. كياكلوا نبات، الرز والخضر، ما كياكلوش اللحوم كثيرة، وكياكلوا الكمية قليلة، كياكلوا غير بجوج العيدان، وما كيهز بالحبة ديال الرز يعني باش يشبع خصو يعيا بعدا. ثم كيشربوا الماء مغلي تيشربوا سخون. ملي نصحنا الناس في الدار البيضاء، نصحنا الناس يشربوا الماء مغلي سخون اللي عنده ارتفاع الضغط، واللي عنده الكليه، واللي عنده المراره، واللي عنده المصران، واللي عنده المعده، غلي الماء وشرب الماء سخون 40 درجه، غلي الماء وشربه سخون. بسيطه جدا، طب صيني. الاخوان تما تيغوتوا لا عداك والكالسيوم والمفعول ديالو مشى والصوديوم نقول يا سيدي فين قريتي راه الكالسيوم كاين زايد، لان الماء ديال المغرب دير فيه كالسيوم زايد، لا ديرو تيدلو كاين. والماء ديال فاس ومكناس النواحي ديالنا احسن من الماء ديال الدار البيضاء. انتم كتستهلكوا السكر قل منا، لان الماء ديالكم حلو، كديروا غير 2 سكرات كيحلى. عندنا في الدار البيضاء كنديروا 4 عاد كيحلى، لان الماء حار. وهذه عندكم مزيه بعد، انتم ما كتصيروش فلوس اكثر منا في السكر بعدا. فهاد القضيه هذه اللي اصبحت الان، لما كنتكلموا على التغذيه، ملي كنتكلموا على التغذيه كنتكلموا على البروتينات. تبعوا مزيان جميع البرامج التلفزيونيه، ملي كتكلم على التغذيه بروتينات، خطا كبير، خطا. ملي مشينا للبروتينات نسينا المكونات اللي كيقيو الجسم، اللي كيزيدوا في المناعه. ما شنو هما هاد المكونات اللي كاينين طبيعيا في النبات. هاد المكونات من قبل كانوا ابائنا واجدادنا كياكلوهم، حنا ما بقيناش كناكلوهم، ولات عندنا انيمي، فقر عوز الحديد، فقر افيتامينوز، الشعر كيطيح والضفران مجعدين والحكه، ولا عندنا مشكل ديال اي مشكل. النساء دابا كلهم فيهم انيمي، شكون اللي ما عندهاش انيمي؟ والاطفال الصغار عندهم انيمي، ماشي من الحديد، من الامتصاص. الحديد كاين حتى في النعناع، الحديد موجود كاين، لكن الامتصاص هو اللي ما كاينش. فهاد القضيه اللي كانت عندنا من قبل ما هي. انظروا تبعوا معايا مزيان. الله سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا شيء مخلوق عبث، لا حتى شي حاجه مخلوقه عبث، غير الانسان واش كيعرف يستعمل الماده ولا لا. انظروا الزيتون في اولوروبيين واحد البوليفينول يقي الجسم من السرطان. الا ضربتوه بالصودا مشى. سمعتوني اش قلت؟ فيه البوليفينول هو اللي كيعطي الحروره، كيعطي المروره لهذاك الزيتون. ملي كتصبنوه بالصودا، الصودا كتقتل هذيك الاولوروبيين، ما كيبقاش في اولوروبيين. الا كلتي الزيتون بحال كلتي التبن، ما كينفعكش. وفيه ماده حمض الالينولينيك، ماشي اللينوليك اللي كاين في الزيت، الينولينيك. الطلبه اللي كيقراو. قناة نصائح وإرشادات مجانية. هذا حمض الالينوليك هو اللي كيقي من امراض القلب والشرايين، لدرجه ان الامريكيين الان ما قدروش يسانتيزيوه، ما قدروش يصنعوه. يا الكالسيونات، الينولات دو كالسيوم، ما قدروش عليها، ولاو كيعطيو الناس الورق ديال الزيتون في الصيدليات. راه كيتباع، اللي عنده الانترنت في جوجل يكتب اوليف ليفز. هذا الشيء هذا ماشي ديالي، الله يرحم لكم الوالدين، ما جات حتى حاجه، وهذا الشيء راه علم وكاين، وراه في الانترنت فضحت كل شيء. اللي عنده الجوجل، اللي عنده الانترنت، يكتب اوليف ليفز ويكليكي على ايماج، ما يقراش،
يتفرج يكليكي على ايماج غادي يخرجوا لكم قنينات في الصيدليات فيهم الورق ديال الزيتون مدقوق كيعطيو للناس. شحال عندكم ديال الزيتون نتوما كتحرقوا وكتسخنوا به الفرارن كاع عندكم هنا. كنا تعطونا هذوك الاوراق في الدار البيضاء بعد الناس يداووا بهم كاع ولا شي واحد يدي شي شاحنه ولا جوج بعدا يبيعها في الدار البيضاء يكون احسن. عاد تكون التنميه البشريه وعاد تكون نيت بصح نيت كما بغينا هذه. فهذا الزيتون فيه الانولينات دو كالسيوم ديال القلب وفيه لوروبيين ديال السرطان والشيخوخه المبكر. النواحي ديال الزيتون كان الشخص عنده 120 عام تيجري في الجبل صافي ما عنده لا الم ظهر ولا الم مفاصل وممكن يتزوج على 120 عام يعني كانه شاب ديال 24 ما عندوش مشكل. انما مناطق اللي فيها الزيتون ما فيهاش الشيخوخه المبكر ولا حتى الشيخوخه كاع اصلا هذه. والرمان فيه حمض الطانيك مر تهو مر نعم ام لا. كاع الحاجه المره في الطبيعه دواء بما في ذلك الزقوم تيكيوز لو فورم هذه اللي كاينه في الاطلس. والعنب فيه ريزفيراترول والبلوط فيه الكيرسيتين والخرشوف فيه السينارين ومطيشه فيها اللوكوبين كاينه في الطماطم وكاينه في البطيخ احمر. يعني كل ماده كل خضره كل ماده غذائيه فيها مكون كيماوي ينفع الجسم. وحبوب الكتان فيهم الجاما هذه اوميغا 3 والسانوج فيه مكونات تزيد في المناعه هذا البولين فيه الحديد يعني ما شاء الله ما شاء الله. والكرافس والمعدنوس فيه هرمونات كيضبطوا الهرمونات وحبه حلاوه والنافع فيهم مكونات كيضبطوا الهرمونات وما ياكلوهمش النساء اللي كيرضعوا لانهم كيحبسوا لابرولاكتين. يعني هذه المسائل كلها الا خديناها متكامله بالله عليكم الشي مرض غادي يجي للجسم. ولماذا اقسم الله سبحانه وتعالى بالتين والزيتون؟ لماذا يقسم؟ والله يحلف لنا بالكرموس والزيتون غير كاك لا يمكن. كان يختار شي خلق اقسم بالنجم والنجم اذا هوى يعني هذا يعني اقسم بالتين والزيتون. والتين والزيتون الا تجمعوا هاد الزوج وهما اللي عندكم هنا في مكناس الا تجمعوا هاد الزوج هادو لا يمكن اي مرض يبقى في الجسم. أكثر من ذلك إلا غليتوا الورق ديال التين مع الورق ديال الزيتون لا يمكن يكون عندكم أعراض استقلابية المستعصية الآن على الأرض. وإلا مشينا للحلبة نلقاو مكونات هرمونية الانسولين. الناس اللي ما بغاش السكر يرجع لهم بالانسولين يرجعوه بالحلبة يرجع 0.9 بالحلبة يرجع 0.9. دقوا الحلبة مع الماء شربوها يرجع 0.9. كاين اللي عنده الانسولين عنده ثلاثة الحقنات ديال الانسولين وعنده 3 في السكر. واللي عنده ارتفاع الضغط يشرب الماء مغلي سخون يزيل هذه المسائل حتى الحصى لان الكليه كيكون فيها حصى رقيق ما كيبانش في الراديو ما كيبانش كاع في الاشعه ما كيبانش في ليكوغرافي كيكون داك الشيء باقي ميكرو كريستو ما كيبانوش في سميت. فلما تشربوا الماء مغلي سخون بكثره تيمشي مباشره تيغسل مع الخل البلدي مع زيت البلديه مع زريعه الكتان مع القرقاع مع الشريحه مع الزيتون لا يمكن الجسم يصاب بمرض لا يمكن. النساء عندهم عنق الرحم الثدي الرجال عندهم بروستات عليهم. الرجال الكبار عندهم بروستات اما الصغار عندهم اشياء اخرى. ولكن دابا البروستات الناس ولاو خارجين داخلين دابا صافي. البروستات كتنفخ منين كتنفخ بالهرمونات والمكونات الكيماويه اللي كتاكلوها. صحاب البروستات قلنا نقطعوا غير اللحم باش ترتاحوا شي شويه يقول لك ما ناكلش اللحم ما يمكنش. وراه اللي كيشويو اللحم كلهم عندهم بروستات سولوهم. اللي كيشويو اللحم هما اللي عندهم بروستات. تقول له قطع اللحم ده استريح تنقول لهم قطعوا اللحم واستريحوا ارتاحوا شويه تقول لك لا ما نقطعش اللحم الله يعاونك لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صحتك هذه بين يديك. فلما نتكلم عن الصحة والتغذية التغذية العامة والصحة نتكلم يا إخواني عما تأكلون. طبيعة الأكل يكون نباتي اللحوم تكون بقلة الماء الذي يشرب يغلى ويتشرب سخون لأن الماء الآن ماشي هو الماء ديال من قبل. ثم الحبوب اللي نسيتوها في الأكل ديالكم من غدا إن شاء الله إلا باقي لكم دابا الوقت وباقي بائع التوابل الآن حالين تمشيوا عندكم يزيدوا عليكم في الثمن حيث أنا قلتها تمشيوا تقداو لكم الحبوب تكون دائما في الدار. الحبوب كل اللائحة تكون عندكم في الدار. الحلبة وزريعة الكتان ما تشريوش زيت السانوج شريوش سانوج حبوب كلوا ما كاينش زيت السانوج. ما تشريوش التقطار زعتر مقطر الشيبة مقطرة هذه مقطرة ما تشريوش التقطار. شري العشبة هي حطها في دار كلها
صافي راه كلشي الناس كيعرفوا هذه العشوب هذه، ما غادي تفضل علينا حد ولا يوريها لنا ولا يقول لنا راه غير هو اللي كيعرف هذا الشيء هذا. صافي العشوب تحطوهم في الدار ديالكم تبقاو تاكلوا. الطبع النباتي اللحوم قلوا منها هي وليدان تكون طريقه الطبخ. اذا كان طريقه الطبخ المغربيه العريقه بالمرق يكون خير، ولكن هذه القضيه ديال الشي والشي في الزيت الله يجازيكم بخير الا قدرتوا تزولوا هذه الطريقه هذه، راه هي اللي هلكت هذه البلاد هذه وهي اللي هلكت العالم. ما باقينش ديروا هذا الشيء في الزيت. الدنجال مشوي في الزيت، الفلفله مشويه في الزيت، البطاطس مشويه في الزيت، السمك مشوي في الزيت، اللحم مشوي في الزيت. وقفوا هذه الطريقه ديال الطبخ، توقفوا هذه الطريقه ديال الطبخ وانتم وشانكم. انا ما غديروا لي والو، انتم وشانكم. الله يرحم لكم هذه. وقفوا هذه الطريقه ديال الطبخ يكون احسن. وقفوا الشيء في الزيت، لان كاع العلماء الان تيتبرؤوا من البيروكسيدات ملي كترفع درجه الحراره عاليا. هي القانون الاوروبي يسمح 280 درجه ديال الفريت، ودابا واش عندنا حنا 280 كاين اللي موصل حتى 350، لان مشعل البوطه تحت منها وتعطيها النار صافي كتوصل 350. ما عنده لا بان تيرموستاتي لا والو. ملي كتوصل 350 كيوليو فيها بيروكسيدات. ملي كتشوي البطاطا في 350 دوغري كيولي عندك لاكريلاميد. ملي كيكون لاكريلاميد الطفل غادي تجي الحساسيه ويجي سرطان. ما يمكنش السرطان يجيك من يعني هكا يدق عليك يطيح عليك من السماء، لا يمكن. السرطان ياتي مما تاكله. ملي نفس الشيء بالنسبه للذره، البوب كورن، بالنسبه لشيء البطاطس، بالنسبه لشيء حتى الاسماك، بالنسبه لشيء الخضار، بالنسبه لشيء حتى اللحوم. الطبخ المغربي طاجين اللي كنا تنعرفوا المرق بالماء، الزيت البلديه طبخوا بها راه ما تتخسرش النار. قناة نصائح وإرشادات مجانية. الزيت البلديه الا درتوا فيها الفريت تقتل، لأنها تتحرق، راكم تتشموا ريحتها تتحرق. ولكن مع المرق ملي تديروا معها الماء وتتولي مع المرق ما كتفسدش، يعني الحراره ما كتفسدش، لان درجه الحراره تكون 100. ملي كتسخنوها وحده كتوصل 250. نعم الاطباء تيقولوا لكم الزيت البلديه الا سخنتوها راه كتفسد. نعم، ولكن في الفريت الا سخنتوها لوحدها. اما الا سخنتوها مع لاصوص لا سخنتوها مع المرق ما تتفسدش. جدودنا طيبوا بالزيت البلديه الطاجين وطيبوا بها يعني المرق وطيبوا بها شيء ما تتفسدش 100 درجه، ما كتفسدش زيت البلديه. وحتى هذه النصائح الخاطئه نزولوها من عقول الناس باش ما يبقاوش يعني يخافوا من شيء صحيح ويطيحوا في كارثه. يعني عليهم كيف ما كان الحال تمشي من الزيت البلديه للزيت الاخرى ما فرق كبير، راكم عارفينه. راكم هذا العام الثمن ديال الزيت البلديه شفتوا شحال ولا علاش ارتفع؟ ماشي حيت المغاربه ولاو ياكلوه، حيت اوروبا قالوا لهم الذهب الاخضر. اوروبا الاطباء قالوا لهم الذهب الاخضر وقفوا زيت المعده وكلوا زيت الزيتون. حيت اوروبا الان المستهلك ديالها بغى زيت الزيتون يكون 100 درهم 300 درهم بغى، يعني واصله الان دابا في اوروبا غادا توصل 120 درهم الان زيت البلديه. وما خاصهاش تكون مصفيه، ما خاصهاش تكون مصفيه، خاصها تكون الزيت ديال الحجره كيما جابوها من السارج يعطيوها لكم، ما يصفيوهاش، لان الصفات يحيدوا منها المكونات الطبيه. وهي ما خصهاش تكون مصفيه. علاش؟ لان القران تيتكلم على الدهن وعلى الزيت. كاين فرق ما بين الدهن والزيت. لما اللي تكلم الله سبحانه وتعالى على الاكل تكلم على الدهن، وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكل. ثم دهن. علاش؟ لان الزيت زائد مع الاشياء الاخرى، مع هذاك التخا ديال الزيتون خصو يكون مع الزيت، هذاك هو الطب. ملي تكلم الله سبحانه وتعالى على الضوء تكلم على الزيت، خاصها تكون مصفيه باش ما تعطيش الدخان، باش تعطي ضوء وهاج. نعم امن يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. كاين الزيت للضوء وكاين الدهن للاكل. كيما كيخرج من الزيتون ما يتصفاش، الا تصفى ما بقاش زيت. الا كان الزيت ديال الحجره يكون احسن. الا كان الزيت ديال هذه الالات اللي جابوا ناقص، الجوده ديالو الطبيه ناقصه، الجوده الغذائيه راه السعر الحراري كاين كول، راه كاع الزيوت عندها نفس السعر الحراري، نفس 9 كيلو كالوري بحال. ملي كنشوفوا السعر الحراري كنلقاو زيت المائده وزيت الزيتون بحال. ملي كنمشيو للمكونات الطبيه لا يمكن ان نقارن ابدا. فهاد طريقه الطبخ الان في المغرب، والناس كلهم تيقول لك شنو غنعمل. المغرب بلد عنده البديل، المغرب بلد عنده البديل، ما عندوش مشكل في الاكل، ما عندناش مشكل في الاكل. عندنا الحبوب، عندنا الخبز، عندنا الخضر، عندنا الزيتون، عندنا الزيت، عندنا كل شيء، ما عندناش مشكل. البلدان الاخرى اللي ما عندهمش البديل، فرنسا ما عندهاش البديل، بلجيكا ما عندهاش البديل، المانيا ما عندهاش البديل، اسبانيا ما شويه ما عندهاش، هولندا ما عندهاش البديل، كندا ما عندهاش البديل، الولايات المتحده ما عندهاش البديل.